هادو بغاو يمشيو للجزائر، بغاو يهدوا من ونرجعوا الى الجزائر. يحاولون اخواننا في السعيديه تم منع وقفه احتجاجيه. اخوان جاوا قرب الحدود المغربيه الجزائر بغاو يمشيو للجزائر. واش بغيتو تدخلوا الجزائر؟ الجزائر صورنا خويا الجزائر. إلى كل من الجزائر في ظهرها ونسى معروفها سيشتاق لها يوما ما. أرض الجزائر هي الأرض الطاهرة، هي مكة الثوار وقبلة الأحرار. إلى كل من تمادى في الإساءة إلى هذه البلد أو التطاول عليها فمصيرك إلى مزبلة التاريخ، فالجزائر حرة ولا تقبل إلا الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، معكم أحمد عودة من فلسطين. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم. بتمنى منكم نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. نذكر الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. الجزائر أحسن بلد بالعالم. الجزائر عندها أحسن صحراء بالعالم، والجزائر تمتلك أحسن بحر بالعالم. الجزائر وما أدراك ما الجزائر. بتمنى منكم إخواني علشان نوصل صوتنا إلى جميع أنحاء العالم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شاركوا هذا الفيديو لأصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توصيل صوت ابن فلسطين إلى جميع أنحاء العالم علشان يصلك كل جديد من هذه القناة، قناتكم جزائر اسطنين ونفتخر. ما بدي أطيل عليكم بالكلام أكثر، دعونا مباشرة نتوجه ونشاهد هذا الفيديو. ولكن بتمنى منكم دعم هذه الحلقة من خلال زر اللايك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس. رابط قناتي الاحتياطي مثبت بصندوق الوصف وبالتعليق الأول المثبت. بتمنى دعمكم على هذا الفيديو ايضا فقط من خلال زر اللايك. اشتركوا في قناتي متواجد رابطها بالتعليق الاول المثبت. دعونا نشاهد هذا الفيديو، ولكن لايك، اشترك، فعل زر الجرس. اعتذر على طول الكلام، دعونا نشاهد. هادو بغاو يمشيو للجزائر، بغاو يهدوا من التحت ونلوج الى الجزائر. يحاولون اخواننا في السعيديه تم منع وقفه احتجاجيه. اخوان جاوا قرب الحدود المغربيه الجزائر بغاو يمشيو للجزائر. واش بغيتو تدخلوا الجزائر؟ الجزائر صورنا خويا الجزائر. نمشيو للجزائر ما عطاوناش حقنا. كلشي راه باغي يمشي. ما باغينوش وما راه وقع، ها هو وقع. هادشي حنا وش وقع دابا؟ هادشي قلنا حنا درنا وقفه سلميه، هما ما بغاوش، حطينا لهم قرار البارح. تداول ناشطون مغاربة مشاهد وكارثية لعشرات المغاربة وهم يهتفون باسم الجزائر بعدما طالبوا السلطات المغربية وحرس الحدود السماح لهم بعبور الشريط الحدودي بين مدينة السعيدية ومرسى بالمهيدي. وندد المغاربة بسياسة يعانون منها وسوء معاملة المخزن لهم الذي عليهم
وفق شهادات عيان أكدت صحة الأخبار، وهو ما يثبت مجددا أن الإعلام المغربي وللأسف الشديد ما زال يواصل التسويق للواقع المزيف لمملكة الحرب، في الوقت الذي يأبى فيه ناشطون مغاربة توثيق الحقائق المرة وتسويقها للعالم الخارجي حتى يشاهد العالم حقيقة ما يعاني المواطن المغربي البسيط في إمارة أمير المدن. مثل ما رأينا عزيز المشاهد أخت المشاهدة، إلى كل من الجزائر في ظهرها ونسى معروفها سيشتاق لها يوما ما، فأرض الجزائر هي الأرض الطاهرة. نحن تكلمنا عن الجزائر مرات عديدة، وتكلمنا عن عمي تبون حفظه الله ورعاه، تكلمنا عن شيوخ الجزائر، تكلمنا عن نساء الجزائر، تكلمنا عن أطفال الجزائر، تكلمنا عن الجيش الجزائري، تكلمنا عن كل ما هو جزائري، ولا ننسى بأن أيضا تكلمنا عن إنجازات الجزائر. ولكن بكل فيديو نقدمه عن الجزائر لم نوفي الجزائر حتى بكلمة، ولم نستطيع تقدير الجزائر ب100 كلمة، ب1,000,000 كلمة. في هذه البلد غنية عن التعريف، الجزائر أكبر بكثير من كل الكلام، فالجزائر على أرض الواقع وليس على المواقع مثل ما أدعوا المطبعين. الكلام لا يوصفكم يا أبناء الجزائر، فأعتذر منكم، فأعتذر كل الحلقات وكل الفيديوهات التي تم ظهوري فيها لم أوفيكم أو حتى أوصفكم بكلامي، فأنتم أكبر بكثير من كل الكلام، أنتم لا يوصفكم كلام، أنتم أساس الحكاية، أنتم بلد يفتخر فيها كل حر وشريف، ولم نستطيع نسيان خيراتها أو نستطيع نسيان مواقف رجالها الشرفاء. فأنتم معروفين بكرمكم ورجولتكم وطيبة شعبكم، فأنتم قسما بلد يفتخر فيه كل حر وشريف على هذه الأرض، أنتم تاج على راسي. بشكر كل شخص دعمني سواء كان من الجزائر أو من خارج الجزائر، فهذا شرف لي أنه أقدم محتوى ينال على إعجابكم، وبدعمكم سنستمر بإذن الله. شرف إلي بأنه أتكلم عن الجزائر وعن الشعب الجزائري، ولكن أتمنى منكم إنصاف إلي يوما واحد بس، يوم واحد انصفوني وانصفوا قناتي ووصلوا لي صوتي لكل العالم، فقط من خلال زر اللايك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، شيروا هذا الفيديو لأصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوموا بدعوتهم للاشتراك بالقناة. وبتمنى ايضا انه تشتركوا في قناتي الاحتياطية، متواجد رابطها بالتعليق الاول المثبت بصندوق الوصف. بستناكم تشتركوا في قناتي الاحتياطية وعلى دعمكم على المحتوى، وبمحبتكم ودعمكم باذن الله نكبر. فلتحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر وعاشت فلسطين العربية. والى هنا قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو من قناة احمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم احمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله، كونوا على الموعد.